إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية، وهب أن الصلاة ثنائية، فإذا قام هذا المسبوق بالركعة الأولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ كذلك إذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية وأدرك منها ركعة واحدة وراء الإمام فقام، هل يجهر بركعتين أم يجهر بركعة واحدة؟ الجواب فيه خلاف، وسأذكر لكم سبب الخلاف. منهم من يقول أن ما أدرك من صلاته وراء الإمام هي أول صلاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى هذا فإذا قام فهو يتمم الصلاة، فما دام أنه أدرك الركعة الأولى في الثنائية فحينما يأتي بالركعة فإنما هي الثانية، وحينئذ ليس هناك دعاء استفتاح. وفي الصورة أو المثال الثاني صلاة المغرب قد أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فإذا قام قرأ الفاتحة، لم يستفتح، قرأ الفاتحة والسورة وجهر، ثم جلس للتشهد، ثم قام إلى الركعة الثالثة. لما؟ لأنه ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي أول صلاته، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما، يقولون ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيقوم هو إليه من بقية الصلاة فهي أول صلاته، ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للصورتين السابقتين تماما. في صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة، لأن هذه أول الصلاة. في المثال الثاني صلاة المغرب يقوم أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح والسورة ويركع ويسجد، ثم يقوم للركعة الثانية لأن هذه أول صلاته، فيقرأ أيضا الفاتحة والسورة جهرا. ما سبب هذا الخلاف؟ وفيه تفريعات أخرى. اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمسك بهذا الحديث الجمهور، حيث صرح الرسول بأنه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاك من الإمام سماه تماما، فقال فأتموا. وأجاب الحنفية بقولهم أن المقصود هنا إتمام الصلاة على طريقة القضاء، بدليل أن هناك رواية وهي صحيحة فعلا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهنا الشاهد، فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي، لكننا لو تذكرنا الآيات السابقة لوجدنا أن قول الرسول عليه السلام في الرواية الأخرى فاقضوا هي بمعنى قوله في الرواية الأولى فأتموا. والأصل كما هو مقرر في علم أصول الحديث وأصول الفقه، إذا جاء حديثان بلفظين أو روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلا بد من التوفيق بينهما، وأحسن توفيق هو أن نوفق بين اللفظين اللذين هما في لغة العرب لفظان مترادفان، ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما. فاقضوا قد علمنا بنصوص الآيات أن معناها فأتموا، إذن قوله في الرواية الأولى فأتموا هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الأخرى فاقضوا، فالتقى الخبران في الدلالة على المعنى. والشاهد من هذا هو أننا يجب أن نتنبه للاصطلاحات ولا نعتبرها أنها أصل في اللغة العربية نفسر بها النصوص الشرعية.